خش. رايح انا ابوي. روح الله وياك. يا الله. جيت عيني جيت. صدقت شباب شنو الجرس لعبه؟ صباحك الخير ابويا. صباح الخير هلا. اللي بروح ابوك غسين هنا. غسين منو عيني؟ ابويا غسال. لا لا بالشغل. اها وخوش طلبه والله. ابو بيتك هنا شنو؟ معناته رجلك ابويا. لا موجود صحي. اي عيني موجود صار. رجب. مالي. رجب تعال. رجال يريدك. فوتي جوا فوتي. سلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. اشكرك ابويا زاد فضلك. انا جيت على مود غسال بس حرمتك قالت بالشغل. انا جاي ابلغه عمر زيج الطاق عمر ابويا. الله يرحمه. البقاء في حياتك. وحياتك ابويا. من يجي بلكي تقول لي يجيني. اي والله وانا هسه جاي وين عمامه ينتظروا جوه بس ما لقيناه. خوش ابويا. صار. قل لي بروح ابوك انت عرفتني يا لا. اي عرفتك. تفضل استريح. اشكرك ابويا. الراحه عندها لي احسن. اروح انا. على راحتك. انا من يجي عود ابلغه. اشكرك ابويا. ظل تمك العافيه. الله يعافيك. في امان الله. في امان الله. هذا منين؟ هذا ابن عمه الغسان الكبير، جاي يبلغه حتى يحضر الفاتحه لان عمر زيج توفى. زين انت ما قلت له تفضل ما رحبت بيه بس هو هنا عابت له شلون هيك خشمه؟ بابا انا صار لي سنين ما احكي وياهم من كانت المرحومه اختي عندهم. هم ما يسالون على غسان الا وقت المشاكل. المهم يجي واحنا نبلغه وهو بكيفه. خطيه غسان هسه وقتها مدري يحير بالزواج مدري يحير بالفاتحه. مو قلت لك بكيفه. انا ما ادخل نفسي ويا عمامه وحتى لا يقولون خاله يكره. عجبيك ادري ماكينه مال بجش بيك. ايش صار؟ البقيه بحياتك غسان. شنو؟ شنو بدي اقول لك البقيه بحياتك شنو انت ما تسمعني؟ منو مات؟ نظيمه؟ لا نظيمه ليش انت ما تدري؟ لا. منو مات خالي؟ عمك. ابوك؟ لا واحد اسمه ثقيل. اسمه ثقيل ومات؟ ما عندي عم اسمه ثقيل. عارف يا غسان انت يعني مو تقهر. لا غير بالاول اعرف يا عم مات وبعدين انقهر. شنو باكين؟ اي يوم ايه. على وش؟ يا ما دريتي مو عم غسان مات وصار عليك عيني عرفه ولفه شايفته حتى تموتين نفسك من البكي. يا يوم لا عشان ما يصير لازم اصلا خال نظيمه قالت لي استمعي يا عفيفه اذا شفتي غسان ابكي قدامه صدق وحيل وبحرقه حتى يقول خطيتي تحبه لي. خالو الله يخليك فهمني هو منو اللي مات؟ عمك الزيج. لا عم زيج وعم زيج بعد حي لي هسه. فحلتوه عرقه قوي. زين اذا فحلتوه لعد شبطحه. وش مدريني ما تقول لي ابن عمك اجا وقال غسان لازم يحضر الفاتحه. اي جيته مخصوصه الك عاد انت بكيفك. خالو الله يخليك تحكي وياي. لا انا ما احكي وياهم روح انت بوحدك. انت تعرفني انا بوحده ما ادبرها. بابا هي شو راد لها؟ تقعد وياهم تاكل وتشرب قهوه وتأدي المقسوم. مقسوم شنو؟ الضريبه. ضريبتك طريقه الدخل؟ بابا حتى تشارك وياهم بفلوس الفاتحه. يعني هم من اجوا عليك مو سواد عيونك اجوا عليك حتى تأدي الواجب. شو اقول لك هو عمي بصراحه على ايام ناسينه. ابويا روح لهم وانطي هالمقسوم وتشفى الشر. ادري هسه انت لولدك لح على الولد يجوز ما يعجبه يروح. انا ملاح عليه انا دا ابلغ الوصيه عاد هو بكيفه يروح ما تروح اني ما يخصني. الله يخليك تعال وياي ما نعرف نفسي ما ادبرها ليش تعرف ما متعلم. الحاله هذه لازم اروح على غسان واخذ مخاطره. قبل شويه طلع اسم الله لوش تلبس اسود؟ يصير يا ام عفيفه الولد عمه متوفي واحنا لازم نشاركه باحزانه.
ما يصير تلبس احمر اخضر والولد حزين. يعني يقول ايش قد راح تبقى لابسه اسود؟ يعني قابل انا علمك يجوز لل40 يجوز ما تخلص السنه حسب عاداتهم. يعني جتنا هاي المصيبه والله. يعني يقول زواجهم راح يتأخر. عيني ماهر بس اجيب الجنطه واجي اقول لك تقدر تجيب وياي فلوس. بكيف اللي تحتاجه. هم بالفاتحه يعطون فلوس؟ طبعا اقلها قرايه فاتحه فد 100 دينار. ايش قد؟ 100. 100؟ ايش دعوه؟ يلا 100 ويا هال100 الراحه. الافرح ما على روحك شبطعك هسه. شو لابسه اسود؟ اي ابوي يقول. من مات امك؟ لا غير عمك مات. يا عمي صدق نسيت. اقول زين عمي مات انت شو عليك؟ ابوي يقول الاصول هالشكل غسوني، يقولوا لي هذا السبب لان عم غسان مات راح يتاخر زواجنا لان عيب احنا نتزوج وعمك ميت. خوش كملت السبحه. موتة عمي كملت السبحه. التمن الحلوات من كل بيت حلوه التمن ولطمن على عم زريج حيل لطمن. اوف عمي ايش سوت بي؟ اوف عمي. ما يخالف الله يرحمه. يرحمه بحالي هذا. على كل حال عفاوي يعني راح اروح لهم ومن نرجع ان شاء الله نلقي حل لهاي الملابس السوداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رحم الله واجي يقرا سوره الفاتحه. صبحكم الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. باليمنى. ما يصير تاخذ القهوة بإيدك اليسرى، لازم باليمنى. ليش باليسرى ممنوع؟ تقاليد هالشكل. يعني شنو الفرق يعني باليسرى واليمنى؟ انا اخذ الشاي باليمنى والقهوه باليسرى. بعدين افهمك. اقول لك لو ما اخذ القهوه باليسرى يبسطوني. وشان صارت ضلايب. شوف هم زين جيت وياي. لو انا بوحدي كان لي صدها. حضر الخوليات ما تفهم. وين خالو طيب يا عمي؟ امامك سلاكين؟ ما اعرف ليش. عمي ذبحوا طليان. الطليان ذبحوها يا الله قدرت اعد من هنا 10. اقول لك تعرف هاي الطريقه شو يسموها؟ شو يسموها؟ مفطح. مشطح شنو؟ مفطح معناتها لشة الخروف هي واللي بالصينية. بس ما ادري باين عليهم اكاله. ايه ولا تنسى هاي قد فلوس آلاف. بس ما تدري هاي اول مره انا اكل لحم من قد. سلام عليكم. وعليكم السلام. استريح ابوي استريح. اقعد. يا الله. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية ابوي. هي غسان سمعنا خاطب. اي نعم خطب. هاي المرة منين بويه؟ من يا ولاية من يا طايفة؟ مش تقصد يا طافي؟ هلا ابويا هلا منين؟
هم نزوله ويانا بنفس الامام. اها نزوله؟ اي مو البنيه امها تصير قرايب مرت خالي النظيم. اها قول هالشكل يا غسان السالفه بيها خالك ومرت خالك هم الخطبه لك. يا الخير بويا من تكون خالك ومرت خالك هم الخطبوها لك. بس يا غسان ترى انت واحد من عدنا وما انت برا منك، انت من لحمنا ودمنا بويا، ترى والزلمه من غير اهله يضيع. فعلا هذا منطق. ما طول بويا يكون هيك تعرف انت منطق. ها ليش ما جيت وخطبت وحده من بنات عمك؟ ترى احنا المرة نطيها بعباتها ابويا، هي كلش لابن عمها غير، لا ابويا نطيها بعباتها كلش. وانت يا غسان واحد من عندنا منا وبينا ابويا، وعمك الرزيج ها الف رحمة على روحك ابو مريوش، زي المزين ابويا زي المزين مع الاسف، اي والله مع الاسف اي والله. قبل لا يموت وصانا وقال لنا هذا غسان بن عمكم وديروا بالكم يضيع من يديكم. شلون يا رب؟ هم بق وهم شخير، فرقه مال شخير. ما تقول لي ايش بيك؟ ليه؟ مو تضحكنا فيه، تقول ايش فيك؟ البق ذبحني، البقه تقرص تاخذ وسطه من جسمي لحم ودنزل. بابا لا تخلي بالك يا مها. شو اقولها العاد؟ اقولها اقرصي على كيفك يا بقايه. بعد ليش سويت فيا؟ لحيت علي وجبتني لهنا ويلي قد لحيت علي. انت صبح الصبح واشوفك رجلي مش قد ورمها لكم. رجلك وارمه؟ شو ما مبين على وجهك؟ انت هبشي ما السيد خدر وانا مويلي اتخدر وانا اجي صبح الصبح. ويلي يا ابويا، ولك هاي مو بقايه، هاي بعير. يا ملعونة الوالدين. ابو شو سويت؟ نعم نايمين يا ابن عمي. شو تدردمون ايش عندكم؟ يا ابن العم البق تهنى يا ابن العم. مالكم اهل المدينه كل ما تقرصكم بقايه ورمون. ناموا ابويا ناموا. ابن عمي بقنا مو مثل بقكم، بقنا نازك، بقكم بسمات كيمياوي. وقت تسكت وقتها مخه وقتها بق ولا عقارب. شنو قلت؟ عقارب؟ كل شيء هناك كل شيء، ارض زراعيه كل شيء فيها. يعني انا الحق قاعد الصبح الشكل؟ يا بابا لك روحك ونام. ها؟ زين ايش بدك تسوي؟ راح اغطي نفسي والف نفسي باللحاف للصبح. البق يا ابن عمي. وين؟ ارجع لهني. ترجع؟ يا ابوي شلون يصير؟ جاب تغريب لو غراي فاتحه، ابويا هاي فاتحه عمك رزيج. اها انه بس شو يعني شنو؟ قصدي صديقي ما عنده شغل وين. لا ابويا صديقك اذا يريد يروح الله وياه وخلص الله عليه، وهاي جيته كبيره علينا، واحنا لزوما نرد فضله اليه. احنا موتة عمه اخذ عمامك ونروح له. لا عم انسحب قبل شهرين. اي نروح موتة خالك. ابويا شو تقول عين الوادم؟ هاي ساعتك ترى ما تنحكي لا ابويا لا، هاي فاتحتك عمي، واذا صديقك هسه يريد يروح هسه خلي الربوع يوصلون جراج السيارات والله وياه. كيفك؟ يا يابا رقبتي ورمت للفجر ما نمت. البق ذبحني ذبح، لو ادري جبت وياي شيشه يود. هسه وقت يود وشلون انا راح انا وعارف المحل؟ يعني وتعوفني وانا مورم؟ يا عزيزي وانا شنو ذنبي؟ لا عاد انا شنو ذنبي؟ لك زاد ما في وقت تحملني وذاتك التوبه اذا اعاودها باشر الثالث ونعلق. وانا يا هو مالك قابل انا قرايبكم حتى انا قمت احس بحراج لانه يمكن تعدكم بينكم حكي تحشوا خاص. شنو قابل انا قرايبكم؟ عود انت تسوى 1000 قرابه. اي وهذا الحكي مالك عذر راح يخلصني من عض البيت لو من حسن سلاب الكل ساعه فاز. يابا بالنسبه للبق يدبر ما تخاف
اليوم ادبر لي حبايتين منوم نشربهم وخلي البق يقرص على راحته. بعدين ايش كبرك مو عيب تخاف من حسه شلب؟ والله ودي يوم قرأ سورة الفاتحة. ويا سلمان ذبحوا اليوم 15 طلي. اي 15 من ليش؟ عندنا وادم هواي جاية للفاتحة. اي والله. اي الف رحمة على روحك يسلمك. دلمة زين ابو مريوم مع الاسف يا مع الاسف. والكم لا ظلوا صافين بوجهي. اقول لك رجعت. قولي. شو غسان تاخر؟ ما ادري. ما تدري شنو؟ ما تشوفيني ملتهب تصليح الاوتي؟ بابا انا من التهب شيء بعد ما اقدر افكر بشيء اخر. يلا جاوبني. على شنو؟ غسان تاخر. قلت لك ما ادري. هم قال ما ادري. بابا وش ما ادري يجوز خالي وصاني وحشوا راسه بالحكي. اقول لك هو مو على اساس يروح ياخذ من حاضرهم ويرجع؟ بابا هم ما صدقوا اجاهم، هذول يغارون مني، يا غسان يحبني وما يقدر يفارقني، على كل يرجع ناوشين الاوتي. عزيز خاف زوجوه وحده من بناتهم وظل قاعد يمهم. نظيمه هذول عندهم فاتحه مو زواج. يعني انا هيك اقول مثلا اذا مثلا كل شيء توقعي منهم. استريح ابوي استريح. يا الله يا غسان لو ما عندك شغل لا قلت لك ظل السابع ابوي. لا هو فعلا يا ابن عمي عندي وايد شغل. بس انت لزوما ابويا تجينا بال40. ان شاء الله ان شاء الله. ودي احنا بدورة السنة نمر عليك ابويا. اي مروا علي بالدورة. والدنيا قسمة ونصيب ابن عمي، اذا ما تتزوج السنة تتزوج السنة الجاية ابويا. والسنة تخلص لكن الحزن ما يخلص. الحزن بالقلب ابويا. يعني عفوا افرح ودورة سنة عمك ما خلصانة. فهمني شلون؟ ابوي شنك ما مو من عندنا يا غسان. ايش مالك ابوي غسان؟ احنا ما يصير عندنا فرح ولا عرس لما تخلص دورة السنة ابوي. ايه وبس اسمعني زين لزوما انت تأجل العرس. اجله؟ عفوا عليك والله عفوا. شاكي تتزوج ودورة سنة عمك ابو مريوش ما خلصانة. لا ابوي هاي ما تصير لا ابوي. لا صحيح يعني. ايه انا اتزوج بالدورة مستحيل ورا الدورة. ايه وين حزن قبل وين حزن هسه. والله ابويا الوادم تغيرت كلش. قبل الوادم يا غسان تقتل روحه من البكي، ابويا تذبح روحه ذبح. جحفني هذا اللعب شني؟ اعفى عليك والله. وهسه شنهي؟ يشيل الساعة اخذ له لحبه وداروشه وراح. لا ما لحق، هذا ضعف بالنفسية. يعني الواحد المفروض يبكي طول عمره، هو اكو احسن من البكي. شنو يا غسان شو كانك تمزهد علي؟ لا بالعكس انا ما تمزهد يعني. انا شو يعني انت شو تفصل انا البس. رسالة حطم ما هالفدوى اروح لك. يمكن اليوم الثالث نتعشى ونعلم. كل من يقول لك انا ابات هنا قول كذب. جسمي صار مو خلق بالبيت. ابوس راسك ما ابوس راسك لا تذبحنا عيب من ولد عمي. فكر في الباب نتعشى ونعلق ننطل 100 دينار وال100 دينار حضرتك بجيبك. شو صبرني من على الليل. لا هذا انا شقول ما دريت من الخبر. ابن عمي يقول لي انت يا ابن ما يصير تتزوج الى ان تمر السنه. يا سنه عمي يقول لي لازم تظل حزين ولابس اسود الى ان تمر السنه، ما يحق تتزوج. من هذا ابو عفيفه لبس العفيفه اسود، هذا يعرف هالسوالف. يعني هسه كل عقلك انت عفيفه راح تبقى بالاسود سنه؟ ما زين انت شو تقول؟ بيني وبينك يعني هي من تلبس الوان يعني. لا
تفضحنا عيال، احنا ما اسمح لك ترجع لها فكره. لا مو الاسود يرد له وجه ابيض وعيون زروق بدك تقلد على عفيف وماهر مو عيب. لا وعيونه كان داسي بشكل عام يعني. زين اذا بشكل عام ما يخالف، بس ماهر متعشم عندك. تتزوج؟ طبعا اتزوج. قابل ابقى سنه بدون زواج؟ مستحيل. بعدين شنو السنه؟ سنه قمريه لو شمسيه؟ ماهر ايش عندهم ملتمين؟ يبين جماعة مجتمعين. مو قلت لك راح نتأخر، قلت لك من الصبح حط ال100 دينار وخلي الروح. ماهر وانا قدرت احكي وياه، ما قدرت، مخبوص ما اشوفه مخبوص ابن عمي. بس الحكي بيني وبينك ال100 دينار يعني شي قبل ما انا طلعها من جيبي. بابا هذا واجب، لازم تعطيه تطيب خاطر. زين تطيب الخاطر ما يصير الا بالفلوس. لا شلون؟ صار لك 3 ايام بتضرب لحم وتمن وما تتريق الا معلاق وقيمه، اعتبر هاي بدل هاي. هو الحكي بيني وبينك ماهر ايش قد غسلت ايدي ريحة اللحم والمعلاق ما راحت من ايدي. طبعا لحم غنم اصلي. اقول لك ترى بيت عمك ما قصره. اي صح، بس انا هسه اشتهي كريم كراميلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ابن عمي. استريحوا استريحوا. ماهر نعم ابويا من رخصتك غسال، تعال يا ابويا هنا. اي ماهر روح غسل ايدك واشرب معلاق. اشرب شاي. الله بالخير. الله بالخير والرحمة ابويا. ويا غسان انت واحد من عندنا يا لا؟ اكيد ابن عمي، هاي ما ردها يعني حكي. وشاركنا بافراحنا واحزاننا لو لا؟ ان شاء الله ما اشارككم الا بالافراح. ابويا انا هم قلت هالشكل هذا، وانا من هاي سجلت اسمك اول واحد. على قطعة ارض؟ لا ابويا، سجلت اسمك بفاتحة عمك. ابويا ترى فاتحة عمك بيضت الوجه كبيرة ابويا. شفتها شلون؟ ردت الروح ابويا، كل الوادم جتنا. ايه الف رحمة على روحك ابو مريوش زي المزين. اي والله مع الاسف مع الاسف. هو ابن عمي يعني انا مو امدحكم، يعني فعلا الفاتحة بيضت وجهي هلهل. اي ابويا، وانت هسه اذا عندك شغل روح ابويا، اذا عندك فلوس ادفع حصتك هسه، واذا ما عندك وتهنى ابويا. في حصة يا حصة ابويا حصتك احنا كل زلمه طاحت عليه 7000 دينار. اشكال ابويا اقول لك كل زلمه طاحت عليه 7000 دينار. شنو هي؟ صعب لا الفاتحة. غسان 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 شنو اخذها فد نومه؟ غسان اشو اخذتها فد نومه؟ تعبان خالو، تعبان. خيرك؟ جسمي مبنج وما بي حيل. اخاف مستبرد. لا جسمي كله تعبان ومبنج. أبالك واحد باسطي وشابعي كتل. قوم اغسل وجهك حتى تتنشط. قوم. ما بي حيل حتى يدي اشيلني. ويلين اليوم لازم اروح للطبيب. لازم بعد ما طلعوه ما جزت الا جبتني لهنا. سعدي لازم نجي، انت تعرفه. دكتور بشرني ايش طلع بيه؟ كل شيء ما بيك سيد غسان. بعد ليش جسمي تعبان دكتور؟ قل لي ايش تحس؟ انا احس من اقعد من النوم عيوني ما اقدر افكها والنهار كله تعبان. قل لي انت بس ساعة تنام بالليل؟ تقريبا ما ادري. ما تدري شلون؟ لانه انا الليل كله اتقلب مثل السمشة بالطاوة، حسبة تجيبني وحسبة توديني وابقى قاعد بالليل.
زين عندك مشاكل بالبيت؟ الحمد لله ما عندي. زين من تنام بيش تفكر؟ بهواي امور. انت متزوج؟ لا خاطر. تهانينا تهانينا والف مبروك يا اخي. انت الان لازم تعيش بحياة وبوقت كله سعادة ونشاط وحيوية. هو انا اذا سوى الشكل دكتور، بس انا اصلا بالليل هوايه، يعني اقول اذا انا قبل الزواج يا دوب مدبرها،